بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات في كل مكان؟ يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. النهاردة معايا وصفة ممتازة قوية جدا 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 لتطويل الشعر. بصي، انا مش هقولك بقى يعني اشعار على الوصفة، ولكن انا بقولك جربيها وعلى ضمانتي الشخصية قوليلي رأيك فيها. بجد وصفة تحفة جدا جدا، بتطول اعجز شعر عن التطويل. يعني لو شعرك عاجز ان هو يطول، شعرك ضعيف جدا، بتطوله بتقله بتنعمه. بصي، هاتي اضعف شعر واستخدمي عليه الوصفة دي وشوفي بقى النتيجة المبهرة. انا عايزاكي تجربي الوصفة دي بطريقتي وبالمكونات بتاعتي بالظبط. وكمان في البداية كده بقى انا طالبة منكم كلكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك في القناة. اذا كنت لسه ما اشتركتيش اضغطي على الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو، سواء كلمة اشتراك او سبسكرايب. ما تنسيش تضغطي على علامة الجرس وبعد كده كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بأمر الله تعالى. وصفة النهاردة يا بنات مفيش فيها غير 3 مكونات فقط لا غير. ال3 مكونات مكونات طبيعية. في بنات بتقلق بتقول يا ديدا احنا خايفين مثلا نعمل وصفة كذا، خايفة من المادة كذا. بصوا، انا مش بستخدم غير مكونات كلها من الطبيعة، مكونات طبيعية تقدري تجيبيها من العطارة. يعني العطارة بيبقى فيها ايه؟ فيها اعشاب، فيها مواد طبيعية، وتقدري تجيبيها كلها من اماكن موثوقة ومضمونة. وفي بعض الوصفات عندي كمان يعني موجودة كل مكوناتها عندك في البيت، يعني مش هتضطري تجيبي حاجة من يلا بقى كده زي الشاطرين. ما ننساش كلنا نضغط لايك ونشترك ونكمل الوصفة للنهاية عشان تحصلي على افضل نتيجة بامر الله تعالى. وندخل بقى في وصفة النهاردة. هنجيب عود من الصبار الطبيعي الفريش، تغسليه كويس وتحشي اي شوك منه. طبعا تكوني قلباه تنزلي المادة الصفراء السامة اللي موجودة فيه وتنضفيه وتغسليه وتبداي تقطعيه كيوبس او مكعبات زي اللي حضرتك شايفاها. تقدري تجيبيه من اي مشتل. بعد كده هنجيب برطمان زجاجي يبقى نضيف ومعقم. معقم بمعنى تكوني غسلاه بماء مغلي ومنشفاه كويس جدا. تبداي تحطي العود او العود ونص اللي انت مقطعاه كيوبس او مكعبات وتسيبيها في البرطمان. بعد كده هناخد الفلفل الاسود اللي هو الحب الصحيح ده قبل الفرم، بيبقى بالشكل ده، بتشتري برضو من العطار. هنستخدم 6-7 حبات من حبات الفلفل الاسود. في بنات هتستغرب ايه ده يا ديدا الفلفل الاسود؟ ايوه، عايزه اقولك بقى ان ده اكبر محفز لتنشيط الدورة الدموية الموجودة في فروة الراس، بالتالي البصيلة هتتغذى كويس جدا. هنستخدم 6-7 كده حبات من الفلفل الاسود ده، وهنملى البرطمان للاخر. عندك اوبشن من الاتنين دول، يا اما تختاري زيت زيتون يا اما زيت جوز الهند. اخترنا هنا في وصفتنا زيت زيتون. هتملي البرطمان للاخر زي ما انت شايفه كده من زيت الزيتون. يبقى عندنا 3 مكونات اساسيه او رئيسيه، هي الصبار الفريش الطبيعي وحبات الفلفل الاسود وزيت الزيتون. هنسيب البرطمان ده مقفول لمده يوم كامل في الشمس، نسيبه لمده تقريبا 3-4 ساعات. شوفوا لحد ما لون الصبار ذات نفسه يبقى دبل ولونه بدا يدي على ايه، بني كده، كانه استوى كده. تمام. لما نوصل للمرحله دي نبدا بقى نصفي الزيت لحد ما نحصل على زيت نقي بيور زي اللي حضراتكم شايفينه، جميل جدا جدا جدا. طيب، طريقه استخدام وصفتنا ايه النهارده؟ اولا لازم يكون شعرك نظيف 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 نهائي. يعني ايه؟ يعني ما يكونش فيه كريم متبقي، كريم من كريم التصفيف او زيت من زيوت التصفيف او اي مادة ممكن تعيق وصول الوصفة دي لفروة راسك او لمسام الشعرة نفسها. تمام. تاكدت ان شعرك نظيف. طبعا نضافه ازاي دي؟ ده طبعا اللي متابعني من زمان عارف التكنيك اللي بستخدمه. تكوني غاسله شعرك كويس جدا جدا قبل اليوم اللي هتستخدمي فيه الوصفه. تغسليه بقى بشامبو طبي، بشامبو عشبي، whatever. اهم حاجه تكوني ضامنه نوع الشامبو ده، عايزه خامه نظيفه او نوعيه نظيفه. طبعا احنا عملنا في القناه برضو اكتر من مره نوع من انواع الشامبوهات الطبيعيه اللي تقدري تعمليها في البيت، ده يبقى تحفه برضو لو استخدمتيه. غسلتي شعرك وتاكدتي من نظافته، سيبي بقى شعرك ينشف. عايزاكي تنشفي شعرك، عايزه الشعرايه اللي جاي عليها الوصفه تكون ناشفه عشان تمتص الوصفه حلوه قوي. تمام. بعد كده نبدا نعمل ايه؟ سريعا كده نراجع مع بعض علشان اللي ما كانش بتابع معايا من اول الفيديو.
هنستخدم ايه يا ديدا؟ هنستخدم صبار كيوبس. نقطعه، نجيب مثلا عود ونص كده، نغسله حلو قوي ونحوش الشوك اللي فيه. طبعا نكون قلبين الصبار بحيث الماده الصفراء اللي فيه تنزل، الصفراء السامه تنزل. بعد كده تبداي تقطعي الصبار ده كيوبس. تجيبي برطمان نضيف معقم تضيفي فيه المكعبات اللي هي مكعبات الصبار. بعد كده نبدا نجيب 6-7 حبات من الفلفل الاسود اللي هو الحب، اللي هو قبل مرحله الفرم. تمام. وبعد كده نبدا عندنا اوبشن من الاثنين دول، يا اما نختار زيت الزيتون يا اما زيت جوز الهند. في وصفتنا النهارده استخدمنا زيت جوز الهند. هتسيبي الوصفه في الشمس يعني من بدايه الشمس كده لحد مثلا الظهر، قولي هتسيبيها 3-4 ساعات. هتحسي ان الصبار لونه بدا يدي على بني، تحسي ان هو استوى كده. ايوه احنا كده وصلنا في المرحله المناسبه او الصحيحه. بعد كده تبداي تصفيه وتاخدي الزيت النقي البيور. طيب هستخدمه ازاي على شعري يكون شعرك نضيف وناشف؟ تبداي بقى تاخدي الزيت ده بقطنه، تغمسي القطنه كده فيه وتبداي تعملي مساج في كامل فروه راسك، ومساج بطيء بطيء بطيء. المساج السريع او العنيف او القوي بيزعزع الشعريه مكانها والشعر بيقع، فلازم تعملي المساج ببطء شديد جدا في فروه راسك. وبعد كده تاخدي القليل من الزيت تحطيه على شعرك من اول الجذور حتى الاطراف. طبعا زي ما نوهت قبل كده، قبل ما تحطي الوصفه على شعرك يا بنات تكوني مسرحه شعرك، يكون شعرك مفرود، ما يكونش شعرك متشابك او مكلكع او متداخل في بعض، لا ده مش في مصلحتك. تكون شعرك مسرحه وستريت كده وحلو. ابداي اعملي الوصفه، وبرده لمي شعرك كده كعكه وهو متسرح وجميل كده وانت حاطه عليه الوصفه. والبسي مثلا كيسه، البسي بونيه، لفي شعرك بلاستيك راب، وبعد كده البسي سكارف وسيبي الوصفه لمده لا تقل عن 60 دقيقه. تمام. لو انت مقلقه لسه بقى شعرك في البدايه ولسه هتجربي الوصفه، ممكن تخليها لمده 45 دقيقه، مفيش مشكله. اعمل الوصفه دي يا ديدا للاطفال. تقدروا تعملوا للاطفال بس بدايه من سن 6 سنوات فيما فوق بقى. تمام. الاقل من 6 سنوات انا مش بحبذ له الوصفه دي. بعد الساعة أو بعد 45 دقيقة، ساعة إلا ربع، ابدأي شطفي شعرك بشامبو طبي أو عشبي وشوفي بقى جمال شعرك. هتحسي إن في لمعة طبيعية جميلة نقية، وتحسي إن شعرك رطب مفرود جميل جدا. مع المداومة القشرة هتختفي نهائيا، التساقط هيقل نهائيا، شعرك هيبدأ يطول بشكل سريع جدا جدا ويبقى كثيف. لو عندك فراغات هتبدأ الفراغات دي تتملى، والشعر الخفيف اللي موجود في مقدمة الراس هيبدأ يطلع بيبي هير. شعرك هيبقى كثيف طويل صحي، مفيش فيه قشرة. مع المداومة في استخدامك للوصفة تقدري تعملي الوصفة دي مرتين كل اسبوع. عايزه برضه اقول لك هنت كده او ملحوظه، لازم تاخدي شويه على قدك، يعني ما تحطيش ايدك في الكميه كلها، لا انت كده هتبوظيها. تاخدي شويه في اناء منفصل. تمام. دلوقتي بقى وصلنا معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى